السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلاب تانية ثانوي، عاملين يا رب تكونوا بخير يا شباب. النهارده معانا ورشة حل على النهايات جزء أول اللي هي التعويض والتحليل. بص معايا يا باشمهندس، احنا كنا قلنا أول خطوة في النهايات بنعملها تعويض مباشر. تعويض إيه؟ مباشر، ومستني يطلع حاجة من ثلاثة ما نفهمش غيرها. اول حاجه يا مستر اعوض يطلع عدد. يطلع ايه؟ عدد. ساعتها يبقى النهايه خلصت. النهايه خلصت اللي احنا قلنا عليها يا وحش، قلنا عليها كميه معينه. كميه ايه؟ معينه. طيب النوع الثاني يا مستر قال لي يطلع لي عدد على صفر، كنا بنسميها ايه؟ كميه غير معرفه. كميه غير ايه؟ معرفه. طب وساعتها قال المسألة خلصت بس ليس لها نهاية. ليس لها يا وحش نهاية. طب الشكل الثالث قال لي الشكل الثالث يطلع لك صفر على صفر، اللي احنا قلنا عليه كمية غير معينة. صح يا وحش؟ بس ساعتها يا باشا 1 2 3 4. ايه يا مصر؟ قال لي هدور لها على طريق للحل يا حاج، يا اما تحليل، يا اما اسمه، يا اما ضرب في المرافق، يا اما ايه؟ يا اما نظريه 4. نظريه ايه؟ 4. تمام كده. يبقى انا بدايتي في اي مساله المفروض تعويض مباشر. ما اللي طلع ده خلصت، طلعت ده خلصت بس ليس لها نهايه. طلعت ده تقول له هدور على ده، واحد من دول. احنا النهارده ان شاء الله نبدا ايه؟ سمي الله بس كده معايا. تعال. اول مساله بقول لك نهى 5 س تقول لي 3. فين السين اللي قعد مكانها؟ الناتج بخمسه بس. خلصت اهي يا معلم. مفيش السين تقول لي بدل داله ثابته. السؤال اللي بعد كده تقول لي بص يا عم، ايه رايك اعوض هنا مكان السين بتسعه؟ تقول لي 2. اشيل السين واحط 9 ناقص جذر التسعه. احسب دي على الاله يبقى تطلع لك 15. تقول لي الاجابه هي يا معلم طلعت عدد اهو، كميه معينه. طيب السؤال اللي بعد كده وحش، تقول لي ايه ده؟ المفروض نقعد مكان س. فين السين اللي هنا مصر؟ قال لي 3 الف تربيع تنزل زي ما هي. الاجابه هي وحش. طيب اللي بعد كده مصر استنى، لو انا رحت معوض تعويض مباشر، السين ب 3 في 3 ب 9. 9 ناقص 5 اقول لك 4. طب هنا 3 زائد 1 4. طب 4 على 4 بواحد وجذر الواحد واحد، تقول يبقى الناتج بواحد اهو يا واحد. طب بص يا معلم معايا، هنا عوض مكان السين بصفر. صفر اهو، السين بصفر. تخدعك دي، خد بالك. صفر ناقص 4 اقول لك سالب 4. طب صفر ناقص 2 بسالب 2. طب دي على دي بكام؟ ب 2. اقول لك بص على الاختيارات اهي. كنت انت هتروح تعملها تحليل. تحليل مع انها تعويض ايه؟ مباشر. هنا اعوض مكان السين ب 2 وهنا فوق وتحت. لا دي هتطلع لي يا باشمهندس صفر على صفر. انا بقول لك تعويضها كده. تقول لي يبقى انا هعمل كده يا باشا. نهى س تقول لي الاثنين شد خط ده يتحلل، نفتح قوسين. السين تربيع تبقى س وس. الستة تبقى 2 في 3 عشان يبقى طرحهم واحد اللي في النص. تقول لي الكبير باخد شرط في النص، ده موجب وده سالب. وده يا باشا قال لي ده بيتحلل الفرق بين مربعين س وس. 2 و2، واحده موجب واحده سالب. تمام كده؟ تمام عسل. تقول لي طب ما هو ده يطير مع ده مصر. اقول لك تمام. هنعوض بعد كده السين ب 2. 2 و3 اقول لك 5. طب السين ب 2 و2 4. يبقى الاجابه بتاعتي المفروض يا باشمهندس 5 على 4. تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، هنا برضه يا باشمهندس السين بيقول لك تقول ايه؟ لصفر. فانت لو عدت مكان السين زائد واحد، صفر زائد واحد واحد، تربيع واحد ناقص واحد هيطلع لك بصفر. طب هنا صفر هنا صفر هيطلع لك بصفر، هتطلع لك ايه؟ صفر على صفر اللي هي كميه غير معينه. تعالى بقى اوريك هنا هنعمل ايه. هنا يا باشمهندس اول حاجه هفك القوس ده، قوس عليه تربيع، اربع الاول يبقى س تربيع، اربع الثاني موجب واحد، احط الاشاره دي في النص واقول لك الاول في الثاني في 2، تقول لي يبقى 2 س. يبقى ده فكت القوس، اربع الاول اربع الثاني والاول في الثاني في 2 ناقص واحد. كل ده على س تربيع زائد س. بص كده يا معلم معايا، هتلاقي الواحد بالموجب بيطير مع واحد بالسالب. هقول لك نهى س تقول له صفر. هاخد السين من هنا عامل مشترك يتبقى س زائد 2. طب هنا هاخد السين عامل مشترك هيتبقى س زائد 1. فانت هتروح تعمل ايه؟ تطير لي السين مع السين. تقول له عوض مكان السين بصفر بقى.
صفر واتنين باتنين، وصفر زائد واحد واحد، يبقى 2 على 1 باتنين. يبقى الإجابة اهي. طيب المسألة اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لك إيه؟ بيقول لك إنها س تقول ل2. بص على المقدار اللي فوق ده يتحلل، هنفتح إيه؟ قوسين. السين تربيع تقول لي س وس، ال10 فكها لك 2 في 5، الكبير بياخد الشطر في النص، يبقى ده موجب وده إيه؟ سالب. طب لو نزلت حللت ده قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير باخد من دي س وباخد من دي 2 واحط الإشارة زي. في القوس الكبير كنت بقول لك إيه؟ ربع غير واضرب ربع. تقول لي ايه؟ ربع غير واضرب ربع. ربع الاول يبقى س تربيع، ربع الاول غير الاشاره واضرب 2 في س ب2 س. ربع الثاني يبقى موجب 4. هتلاقي يا وحش قوسين شبه بعض، س ناقص 2 يطير مع س ناقص 2. السين ده عندي بكام؟ ب2. عوض 2 و5 7. طب 2 تربيع 4 و2 في 2 ب4 يبقى 4 4 4 12. يبقى الاجابه بتاعتي اهي يا وحش. تمام. هنا يا وحش هنعمل ايه؟ بيقول لك انها س تقول لواحد شد خط. هنحلل ده، هنفتح ايه؟ قوسين. 2 س تربيع تتفك 2 س في س. طب الخمسه، 5 هنا وواحد هنا، عشان كده 5 وكده 2 يبقى طرحهم 3. تعمل كوبري صغير كوبري كبير. تقول لي طب استنى يا عم، الكبير باخد الشرط في النص، ده موجب ده سالب. طب حلل دي يا وحش. تقول لي هنفتح قوسين. 2 س تربيع تبقى 2 س وس. التلاتة تقول له حطها هنا 3 وهنا 1. كده 3 س، كده 2 س طرحهم 1. والكبير بياخد الشرط اللي في النص، يبقى ده موجب وده سالب. تمام. تقول لي طب ما انا اقدر اطير ده مع ده. عوض السين بواحد في 2 ب2 زائد 5، اقول لك 7. طب 1 في 2 ب2 زائد 3 تقول لي 5. يبقى الناتج بتاعي 7 على 5. يبقى الاجابه اهي. تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، دي تتحلل زي ما هي كده. اقول لك انها س تقول لي 2 تقول لي غالي والطلب رخيص. ده واحد يقول لك ايه؟ اضربها في سالب. لا يا حاج، انا هحللها زي ما هي. 4 تتحل 2 في 2. السين تربيع تقول لي س وس، واحده موجب واحده سالب، ما بخافش انا. 2 ناقص س. اقول لك تمام. تقول لي طب ما هو ده يطير مع ده. السين ب2 تقول لي يبقى 2 مكان السين ب2 يبقى 4. يبقى الاجابه اهي. تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس هقول لك انها س تقول لسالب 3. تقول لي شد خط وتعالى افتح قوس نحلل. تقول لي 2 س تربيع تقول لي 2 س في س. الثلاثه دي بقى وحشه تتفك هنا 3 وهنا 1. بص كده 6 2 في 3 كده 1 طرحهم 5. يبقى انا صح. الكبير بياخد الشرط في النص، ده موجب ده سالب. انزل للي تحت وحلل. نفتح ايه؟ قوسين. تبقى س وس. تقول لي الستة، اقول لك 2 في 3. اقول لك تمام. الكبير بياخد الشرط في النص، يبقى ده موجب وده ايه؟ سالب. اقول لك تمام. طب ده يطير مع ده. السين بكام عندك؟ قال لي بسالب 3، يبقى سالب 3 في 2 بسالب 6 ناقص 1 اقول لك سالب 7. طب سالب 3 وسالب 2 اقول لك سالب 5. طب السالب يطير مع السالب، يبقى الناتج بتاعي كام يا وحش؟ 7 على 5 اهو. تمام. وروح معايا. بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك انها س 2 س تقول. بص يا عم 2 س تقول ليه ل3. شد خط. ده مصر، ده فرق مكعبين، قوس صغير وقوس كبير. 8 س تكعيب ناخد منها 2 س. 27 ناخد منها 3. الاشاره بتنزل ازاي؟ القوس الكبير بتقوله ازاي؟ قال لي بقول لك ربع الاول غير واضرب ربع الثاني. قولها كده. ربع الاول اربع ده يبقى 4 س تربيع. غير الاشاره واضرب دول يبقى 6 س. ربع الثاني اقول لك يبقى موجب 9. يبقى ربع الاول غير واضرب ربع الثاني. اللي تحت ده وحش. قال لي ده فرق بين مربعين 2 س و2 س. التسعه تبقى 3 و3، واحده موجب واحده سالب. طب بص كويس كده ودقق، هتلاقي ده يطير مع ده. بعد ما بطير بعوض، بس هنا السين بقى ب3 على 2. تقول لي طيب 3 على 2 9، يبقى دي هتطلع 27 ودي هتبقى 6، تبقى 9 على 2. ايه الاجابه دي يا معلم؟ انت هتعوض بالاله انت بتاعتك يا وحش. حلو. طيب السؤال اللي بعد كده مصر بيقول لك انها س تقول لجذر 2. ما تخافش، دي هتفتح قوسين اهو. س اس 4 تقول لي قطعها س تربيع وس تربيع. طب الستة اقول لك 2 في 3 بس مجموعهم 5. تقول لي والاثنين سالب.
طب دي يا مستر س تربيع ناقص 2 اهي. تقول لي طب ما انت لو ركزت هتلاقي يا وحش دي تطير مع دي. عوض مكان السين بجذر 2، جذر 2 تربيعها 2 ناقص 3 تبقى الناتج -1 اهو. تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لي نهى س تقول لصفر. تعالى ده قوس عليه تربيع افكه. تقول له اربع الاول 4 س تربيع، اربع الثاني موجب 1، احط الاشاره في النص واقول الاول في الثاني في 2 يطلع 4 س. تقول لي هنزل ده -1، هكتب تحت 5 س يا وحش. تقول لي تمام يا مستر. هقول لك تعالى معايا الواحد بالموجب بيطير مع واحد بالسالب. هقول لك كمل تاني، اقول لك نهى س تقول له صفر شد خط ده يتحلل. اقدر اخد الاربعه والسين عامل مشترك، خدت من دي الاربعه والسين يتبقى س ناقص، خدت 4 س كلها يتبقى 1 وتحت 5 س. طب مين يطير مع مين يا وحش؟ السين دي هتطير مع السين دي، هيتبقى ايه يا وحش؟ 4 في على دي 5، السين بصفر، صفر ناقص 1 -1 يبقى الناتج -4/5 اهو يا وحش. نروح للمسألة اللي بعديها يا باشمهندس. بيقول لك نهى س تقول ل1. حاضر يا عم. نهى س تقول ل1 شد خط. مش ده قوس عليه تربيع؟ اربع الاول يبقى س تربيع، اربع دي يا معلم موجب 16، احط الاشاره دي واقول لك الاول في الثاني في 2 يبقى 8 س. هكتب -9 تمام، تحت س تربيع ناقص 1. ركز يا وحش معايا كده، دول المفروض عادلين بس مش هيطيروا، دول على بعض موجب 7، 16 ناقص 9. تقول لي طب ما انا اقدر كده احلل تاني. بص يا عم ركز معايا، اللي فوق ده يبقى س تربيع زائد 8 س زائد 7، واللي تحت يبقى س تربيع ناقص 1. انا بكتبها لك من جديد تساوي، شد خط كده، اللي فوق لو اتحلل هيبقى ايه؟ س وس، والسبعه 7 في 1 مجموعهم 8، دي موجب ودي موجب. طب ما اللي تحت يتحلل الفرق بين مربعين، تقول لي س وس، واحد وواحد، واحده موجب واحده سالب. هتلاقي يا وحش، قال لي هلاقي دي شبه دي، يلا في 60 سلام. اقول له طب ما تعوض س بسالب 1، -1 زائد 7 تقول لي 6. اقول لك تمام 6 اهي يا عم، وتحت -1 ناقص 1 اقول لك -2. لو قسمت دي على دي يا باشمهندس تطلع الناتج بتاعي بكام؟ -3. الاجابه ج اهي. السؤال اللي بعد كده تخض لكن هي سهله. بص يا عم بيقول لك نهى س تقول له 1 شد خط. الباشا ده يتحلل؟ يتحلل. السين تربيع تتفك س وس. طب 1 على س تربيع تقول لي 1 على س، 1 على س، واحده موجب واحده سالب، وتحت س ناقص 1 على س. ما خدتش بالك ان ده هو ده؟ طب ما هو ده يطير مع ده، والسين ب1 تقول لي انا احط هنا 1 زائد 1 على س ب1 تبقى 1، يبقى المسألة دي ب2 أهي يا وحش. عيب عليك، ركز يابا. المسألة اللي بعد كده تتحل. أقول لك نهى س تقول ل9. طيب 9 ناقص س هسيبها زي ما هي. دي يا مستر أقول لك على حاجة هنحللها. تقول لي يبقى س ناقص 9 وس زائد 9. مش ملاحظ حاجه؟ دي هي دي بس ما عدا الاشاره. اقول لك طب استنى انا اوريك انا هعمل ايه. 9 ناقص س، لو انا خدت من دي سالب طلع بره هتتقلب تبقى 9 ناقص س، ويبقى دي س زائد 9. فانت سعادتك هيحصل ايه؟ هتطير ده مع ده، فوق كده بقى فيه 1، وهنا اوعى تنسى السالب. ايوه هتعوض الس ب9، 9 و9 18، يبقى الناتج بتاعي -1 على 18. السالب بيتحط فوق يا باشمهندس اهي. حركات كده عيالي يعني عيب عليك. طيب السؤال اللي بعد كده تقول لي بص يا معلم ده بيلعب بيا. بيلعب بيا ازاي؟ قال لي ما هو المقام 1، فانا اقول لك نهى س تقول ل1 شد خط. المقام 1 اكتب المقام والم اللي فوق. بص بقى وانا بلم اللي فوق س تربيع زي ما هي، سالب ده يتضرب في ده كله يبقى -3 س ناقص 4. كده كانه اداني المساله دي. اقول له نهى س تقول ل1 شد خط وتعالى نحلل يا باشا. س وس، الاربعه تبقى 4 في 1 عشان يبقى طرحهم 3، دي سالب بس دي موجب، وتحت س زائد 1. اقول لك تمام التمام. تقول لي طب ما ده يطير مع ده، الس ب-1 ناقص 4، يبقى انا هشيل دي واحط -1 ناقص 4 تبقى -5. الاجابه اهي.
طيب بص يا وحش معايا، هقول لك نهى س تقول لي 3. بص يا وحش، دي لا مش هوحد مقام. بص يا عم انا هعمل ايه؟ انا هسحب من هنا س عامل مشترك، هيتبقى س ناقص 3، وهنا س ناقص 3. تقول لي هلاقي ده يطير مع ده، حلو كده. السين ب3 تقول لي يبقى دي 5 على 3 زائد السين دي ب3، اجمع دول تطلع 14 على 5. 14 على 5 صح كده يا باشمهندس؟ 14 على 5 هي المفروض دي، انا اسف 14 على 5، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى ج 14 على 5. حلو تمام يا معلم. هنا يا معلم المساله دي تعويض مباشر، ما لمحتش الجتا. بص يا معلم، هكتب 5 زائد، لو حطيت السين بالدال بصفر يبقى 3 في صفر بصفر. طب انت هنا لو حطيت صفر كانك بتقول جتا صفر، جتا صفر دي على القلب واحد، اكتب كوزين صفر تبقى فوق 5 وتحت 1، الناتج ب5، الاجابه اهي. بس كده يا عم. السؤال اللي بعد كده هنا هنعوض. بص يا وحش، هتشيل السين، انت بيقول لك سين تقول لي باي على 4، هي الباي بكام درجه؟ 180 على 4 45. من حقي هنا اكتب ظا 45، لكن دي لا، دي تتكتب زي ما هي باي على 4. اشمعنى هنا وهنا لا؟ قال لي هنا دي زاويه يبقى ب 45 درجه، هنا لا. تقول لي بص يا معلم، دي مش زاويه طالما مفيش جنبها لا جا ولا جت ولا ظا، تتكتب الرمز بتاعها يتعوض زي ما هو، يبقى كده كأني بقول لك 1 على بعض 4. طب ما المقام ده يطلع فوق، المقام بيطلع بس، تقول لي يبقى 4 على باي، الإجابة ج. تمام. بص يا معلم، هنا تعويض مباشر. بص دي س مفيش جنبها أي حاجة ولا جا ولا جتا ولا ظا، بنشيلها ونحط بدلها باي على الاتنين زي ما هي، ناقص هنا جتا. هنا من حق اشيل السين اعوض باي على الاتنين بقى بكام؟ هنا احسبها زاويه ب 90، جت 90 بصفر. طب بص يا وحش انا هعمل ايه؟ اولا الاثنين دي تطير مع الاثنين يبقى باي، ودي بصفر يبقى باي ناقص صفر بباي، مش ايه؟ مش هتطرح اهي، يبقى الاجابه بتاعتي اهي. طيب السؤال اللي بعد كده هنعوض. تقول لي بص يا وحش، 2 في السين باي على الاثنين زائد، هنا من حق اشيل السين واحط بدلها باي على الاثنين ب 90، تقول لي يبقى جاء 90. استنى يا عم، دي هتطير مع دي اتفضل باي زائد جاء 90 على القلب واحد، يبقى الناتج اوعى تجمع لي دول ما يتجمعوش اهو، يبقى الاجابه باي زائد واحد. طيب السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، بص هعمل نهر س تقول لواحد 2 على س ناقص، ينفع هنا اخد السين عامل مشترك فيتبقى س ناقص 1 على س ناقص 1، صح يا وحش؟ تقول لي طيب هنا س ناقص 1 يطير، السين بقى بواحد، تقول لي لو قعدت مكان س بواحد يبقى 2 على 1 ناقص الواحد بواحد اهي. تمام تمام. السؤال اللي بعد كده يا جميل، دي بيقول لك نهى س تقول لي 3 صح؟ 1 على س ناقص 1 على 3، هنا س ناقص 3. بص يا وحش هنعمل ايه؟ هنضرب فوق وتحت في 3 س عشان اطير الاثنين دول، وتحت في 3 س، ما ضربت فوق اضرب تحت. تقول لي بص يبقى ده س تقول ل 3، شد خط وتعالى تعالى تعالى، اضرب 3 س في دي، السين تروح مع السين، مين يتفضل؟ 3 في 1 ب 3 ناقص التلاتة تروح مع التلاتة، يتفضل س في 1 بس. بص بقت عاملة كده، ودي تبقى 3 س في القوس ده س ناقص 3، أنا مش هضربه مثلا. طيب بص يا وحش معايا، أنا عايز أخلي دي شبه دي فهاخد السالب عامل مشترك، هيبقى دي تتقلب تبقى س ناقص 3 على 3 س في س ناقص 3، فأنت اللي هيحصل معاك إن دي تطير مع دي، تفضل فوق سالب 1. طب هي س بكام؟ ب 3، 3 في 3 ب 9، يبقى الإجابة 1 على 9، سالب 1 على 9 أهو يا حاج. اتعلم مني الحاجات، اتعلم. طيب بص يا عم، تقول لي نهى س تقول لصفر، بص قايل لك ايه؟ 5 على س زائد 4 3 زائد 9 على س، انا هنا بحط لك حاجات قديمه عايز اعودك. تقول لي انا عايز اطير دي ودي، اضرب في س فوق وس تحت. تقول لي تمام. بص يا عم هنقول نهى س تقول لصفر،
شد خط. السين لو اتضربت هنا تطير مع دي يتفضل الخمسة زائد 4 س دي عادي 4 س. طب السين لو اتضربت في 3 تبقى 3 س زائد دي لو اتضربت هنا تطير السين مع السين يتفضل التاسعة. تقول لي طب السين عندك بصفر، عوض يا حاج. السين لو اتحطت هنا بصفر ده يطير وده يطير يتفضل 5 على 9 اهي وحش. تمام تمام. طيب تعالى معايا هنا بيقول لك نهى س تقول لكام؟ لتسعة. شد خط وتعالى. دي تتحلل؟ تتحلل. انت بتهزر يا مستر؟ لا يا حبيبي ما بهزرش، عيب عليك والله. هي دي يا باشمهندس لو س تربيع بتفك ايه؟ س في س. طب لو س بس تقول لي يبقى جذر س وجذر س، وال 12 تبقى 3 في 4 ويبقى طرحهم واحد اللي في النص اللي هنا. تقول لي والكبير بياخد اشارته اللي في النص يعني ده موجب وده سالب. ودي هتتحل ازاي؟ س تربيع دي لو س تربيع مش هتعملها فرق مربعين؟ انا هعملها لك فرق مربعين. تقول لي جذر س وجذر س 3 و3 واحده موجب واحده سالب. وبص كده وقول لي مفيش حاجه شبه حاجه؟ ده يطير مع ده. طب عوض الس بكام يا وحش؟ ب9. لو حطيت هنا 9 يبقى جذرها 3 زائد 4 7. طب لو حطيت هنا 9 تقول لي جذرها 3 زائد 3 6. يبقى الاجابه بتاعتي يا وحش ايه؟ 7 على 6. تمام. السؤال اللي بعد كده وحش زيه. اقول لك نهى س تقول ل4 شد خط وتعالى. يقول لي هفتح قوسين السين لو تربيع تبقى س وس. طب لو س تقول لي جذر س في جذر س. طب ال8 يقول لك 2 في 4 دي موجب ودي سالب. طب انزل تحت وايه؟ وحلل. تقول لي دي هتبقى جذر س وجذر س 2 و2 واحده موجب واحده سالب. هتلاقي مين شبه مين؟ هتلاقي ده شبه ده طير. طب عوض الس ب4 جذر ال4 2 زائد 4 6. طب عوض الس ب4 جذرها 2 زائد 2 4. دي في ابسط صوره تبقى 3 على 2. السؤال اللي بعد كده وحش. بيقول لك لو النهايه دي موجوده يبقى الالف دي بكام؟ تقول له طالما قال لي موجوده اعوض بالاثنين دي تحت. لو لقيتها بصفر تقول له عوض بيها فوق واسويها بصفر. تقول لي يعني انا هشيل السين واحط 2. 2 اس 2 ب4 ناقص 4 الف يساوي صفر. لان اي مساله نهايه المفروض طالما موجوده يبقى المفروض في التعويض الاول صفر على صفر. فطالما اديتني تحت صفر يبقى المفروض فوق لو عوضت بيها تساوي صفر. تقول لي طب ما هو جميل قوي، اعمل ايه؟ اخرج ده بره يبقى سالب 4 الف بيساوي سالب 4. هقسم على سالب 4 يبقى الالف بكام؟ بواحد. الاجابه هي وحش. الاجابه واحد. طيب السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لك اذا كانت النهايه دي ب6 كانه قال لك موجوده فان الف دي بكام؟ تقول له لو عضت تحت اديني 3 ناقص 3 صفر. يبقى لو عضت فوق برضه تساوي صفر. تعويض مباشر. 3 اس 2 ب9 ناقص الف تساوي صفر. طلع دي بره يا معلم يبقى سالب الف بتساوي سالب 9. السالب يروح مع السالب يبقى الالف ب9 اهي يا معلم. الاجابه دي تمام تمام. تقول له طب بص هنا بقى لا، هنا عوض تحت ما اديتنيش صفر. تقول لي بعوض فوق وتحت واسويها بدي طالما ما اديتنيش في صفر. بص يا عم هشيل السين تربيع احط سين بواحد. واحد تربيع واحد ناقص كاف تربيع. هنا واحد زائد ايه؟ واحد زائد 2 تبقى 3. كل ده بيساوي سالب واحد. دي تحت ايه يا وحش؟ قال لي واحد. هعمل ناقص واحد في ده يبقى واحد ناقص كاف تربيع بتساوي سالب 3. طلع ده بره يا وحش. تقول لي يبقى سالب كاف تربيع تساوي سالب 3 ناقص 1. اقول لك سالب 4. السالب يروح مع السالب تبقى كاف موجب او سالب 2 اهي يا وحش. تمام تمام. بص يا عم بيقول لك هنا ايه؟ اذا كانت ناقص س تقول له 4 طلعت بكذا. طب استنى لو عطت ب4 تحت 4 تربيع هو عايز مجهول اللي هو ب ده. 4 تربيع 16 ناقص 4 24 زائد 8. ايه ده؟ ده العط تحت هيديني صفر. يبقى لما اعوض بيها فوق هنا المفروض اسويها بصفر. السين ب4 تربيعها 16. 4 في 8 4 في 7 ب 28 زائد الب واسويها بصفر. اقول لك كده يبقى الب دي هيخرج بره يبقى سالب 44 اهي يا جن سالب 44. حلو. طيب السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لك اذا كانت نهى س تقول ل4 المنظر ده طلع ب. عايز الف وب. تقول لي استنى لو عدت بال4 تحت تديني صفر. يبقى لو عدت بيها فوق هساويها بصفر.
3 في 4 اقول لك ب 12 ناقص الف اساوي صفر. كده انا عرفت لك الالف بكام؟ ب 12. تقول لي طب ارجع للمساله، البي ده المفروض الناتج، فانت تعمل كده ناقص س تقول الاربع. حلو، تقول الاربع. اقول لك تحت س ناقص 4 انا هشيل الالف واحط 12. دي كده فيها تحليل 3 عامل مشترك، يتبقى س ناقص 4. فاللي هيحصل يا وحش ان دي تطير مع دي تفضل الثلاثه، يبقى البي هي بثلاثه. فانا بقول لك الايه؟ الالف ناقص البي، تقول لي يبقى 12 ناقص 3 اقول لك 9، تقول لي يبقى الاجابه الف. السؤال اللي بعد كده بيقول لك اذا كانت انها دي بتساوي 5 يبقى الالف دي بكام؟ لو انا عوضت تحت مش هتديني صفر، تقول لي يبقى عوض على طول فوق وتحت. 1 في 2 ب2 زائد الف. طب لو عوضت هنا ب1 زائد 1 2 بتساوي كام؟ 5. طب دي تحتها 1 هعمل مقص يا وحش، تقول لي ده في ده يبقى 2 زائد الف بتساوي 2 في 5 اقول لك 10. طلع ده بره يا وحش، تقول لي يبقى الالف بتساوي 10 ناقص 2 كام؟ 8 اهي. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول لك اذا كانت النهايه دي بتساوي ب، النهايه دي بتساوي ب، عايز الف دي وب. تقول لي استنى خبي الب دلوقتي. لو عوضت هنا 4 ناقص 4 صفر، تقول لي طالما عوضت تحت اديتني صفر يبقى عوض فوق واساويها بصفر. 4 الس ب4 تربيعها 16. حلو 16. طب لو عوضت هنا ب4 تقول لي يبقى 4000 زائد 8 بس هساويها بصفر، اقول لك تمام. هتبقى سالب 4000 زائد دي مع دي 24 تساوي صفر. طلع دي بعكس الاشاره يبقى سالب 4000 بتساوي سالب 24. هقسم على سالب 4 على سالب 4 فده يطير، تقول لي يبقى الالف بتساوي 6. كده جبت الالف اهو عامل كده نهى س تقول 4 شد خط س تربيع. جبت الف اشيلها واحط 6 يبقى ناقص 6 س زائد 8 على س ناقص 4. انا عايز اجيب الناتج اللي هو ب. انا كده جبت الالف اللي هو ب6، فاضل اجيب الب يا معلم. هنقوم عاملين كده نهى س تقول ايه؟ الاربعه. هحلل يا باشمهندس هنا الس تربيع تبقى س وس، ودي تبقى 2 في 4 سالب سالب على س ناقص 4 فده يطير مع ده. ايه س ب4 ناقص ت تبقى ب2. اقول لك يبقى المفروض كده الب ده اللي هو الناتج يبقى ب2، يبقى الاجابه بتاعتي 6 و2. بص هنا يا عم، لا هنا سوسه بيقول لك اذا كانت النهايه دي ب6 هعوض تحت هتقول لي بصفر، هقول لك يبقى عوض فوق واساوي بصفر. الكلام ده لو فيه فوق مجهول واحد، طب لو فيه مجهولين هعمل كده انها س تقول لي 2. ركز معايا قوي، لو فوق مجهولين يا شباب هكتب س ناقص 2 زي ما هي وهكتب ال6 زي ما هي، بس ركز معايا اللي فوق ده هكتبه قوسين، واحد منهم ده س ناقص 2 وس زائد كاف، وشغلتك تجيب الكاف دي. تقول لي طب ليه حطيت ده؟ قال لي عشان اي مساله بيبقى فيها تحليل وبيضيف ده مع ده، فانا اخترت ده مع ده. هتعوض مكان السين ب2، تقول لي يبقى 2 زائد كاف تساوي 6. طلع ده بره، تقول لي يبقى كاف بتساوي 4. حلو، يبقى اللي فوق ده اللي هو عباره عن ايه بقى؟ س تربيع زائد الف س زائد الب بيساوي ايه؟ بيساوي س ناقص 2 اللي هم القوسين دول في س زائد الكاف اللي انا طلعتها ب4. تعالى وحش فك القوسين دول. هتقول لي هعمل ايه؟ س في س بس تربيع. طب س في دي تقول لي ب4 س. طب سالب 2 في دي سالب 2 س. طب سالب 2 في دي سالب 8. توزيع ده هنا وده هنا، ده هنا وهنا. لم ده وحش، تقول لي يبقى س تربيع تنزل طول على بعض ب 2 س صح؟ ناقص 8. بص بقى وحش وركز معايا، الالف دي اللي قدام س، مين هنا قدام س؟ 2، يبقى الالف ب2. طب البي ده الحد المطلق، مين هنا الحد المطلق؟ تقول لي يبقى البي الحد المطلق بسالب 8. طب هو قال لك ايه؟ قال لك انا عايز الف ناقص ب، يعني 2 ناقص سالب 8، يبقى 2 زائد 8 ب 10. يبقى الاجابه اهي. يبقى لو جالك مجهولين هتعمل المقدار ده قوسين، واحد منهم اللي تحت. طيب بص يا وحش، دي حلوه دي حلوه. نهى س تقول لي سالب 1. ركز يا حاج، انا لو حللت دي هنا في مجهولين تقول لي س ناقص 1 وس زائد 1. طب دي بقى اعملها لك مين في دول؟ ما لازم يبقى واحد منهم معايا. بص ودي دي بعكس الاشاره تعرفها، س زائد 1 اهو ماشي، والتاني يبقى س زائد كاف
بيساوي يا وحش بيساوي 3. اعمل نفسك بتحل المسألة، ركز معايا، مش ده يطير مع ده. طب هعوض هنا سالب 1 مكان س زائد ك، وهنا سالب 1 ناقص 1 اقول لك سالب 2 بيساوي 3. دي تحتها 1، لو عملت مقص وحش 1 في دي سالب 1 زائد الكاف بيساوي ده في ده تقول لي سالب 6. طلع ده بره تقول لي يبقى الكاف بسالب 5. بعد ما اجيب كاف هرجع تاني اقول له المقدار اللي فوق اللي هو س تربيع زائد أ س زائد الب بيساوي س زائد 1 في س زائد كاف، اشيل الكاف واحط سالب 5. فوق كده يا معلم تقول لي يبقى س تربيع زائد أ س زائد الب يساوي، ركز كده معايا، ده لو اتفك هيتضرب ده هنا وهنا تقول لي يبقى س تربيع ناقص 5 س، وده يتضرب هنا وهنا تقول لي يبقى زائد س ناقص 5. تقول لي يبقى هيطلع ده على بعضه س تربيع ناقص 4 س ناقص 5. عرفت الألف بكام؟ الألف بسالب 4. طب عرفت الب بكام؟ أقول لك الب بسالب 5. عيب عليك تقول لي طب مجموعهم على بعض سالب 9، يبقى الإجابة ده. صح يا معلم؟ صح. مسائل حلوة حلوة. بيقول لك إذا كان نهى دي بتساوي 1 فإن نهى ده نسيت، تقول لي استنى وأنا هحط دي هنا تحت 2 ناقص 2 بصفر، يبقى المفروض أعوض فوق دالة ال2 ناقص ال5 تساوي صفر، يبقى دالة ال2 بتساوي كام؟ 5. بص روح هنا وبيقول لك نهى دالة س لما س 2، تقول لي طب أنا لو عوضت تعويض مباشر هتبقى دالة 2 دالة 2 مكان السي. طب ما أنا دالة ال2 دي يا حبيبي قدامك أهي ب5، يبقى النهاية دي ب5، يبقى الإجابة هي حاجة عبقرية. ركز. طيب بص هنا وحش، هنا هعوض تعويض مباشر، لو أنا شلت س وحطيت ألف، ألف في ألف بقى ألف تربيع على 3 بتساوي كام؟ 12 تحتها إيه؟ 1. اعمل مقص تقول يبقى ألف تربيع بتساوي 36. طب خد الجذر ألف موجب أو سالب 6، الإجابة أهي. طيب اللي بعديها وحش، قال لي اللي بعديها لو انا حط هنا فوق مكان السين ب5 تقول لي 5 ناقص 3 2. طب 5 ناقص 5 صفر، ايه ده؟ عدد على الصفر، قال لي ليس لها وجود ملهاش نهايه. صح؟ صح. طيب السؤال اللي بعد كده تقول لي هعمل كده وحش، نهى س تقول ل3 شد خط، حلل ده نفتح ايه؟ قوسين، تقول لي الس تربيع تتفك س وس 3 في 8 عشان يبقى مجموعهم 11 سالب سالب. طب اللي تحت اقدر اخد الاربعه عامل مشترك 4 يبقى س ناقص 3. تقول لي تمام، اقول لك يبقى ده يطير مع ده. طب السين ب 3 ناقص 8 سالب 5 وتحت فيه 4 يبقى الناتج سالب 5 على 4. السؤال مفيش السؤال، خلصنا يا معلم الورشه دي على النهايه. يا رب اكون افدتك، عايزك تركز في الحل، عايزك بقى يا معلم كده ورقه وقلم مع نفسك وتقعد تحل وتراجع حلك معايا بعد ما اتعلمت الحاجات التقيله دي والحاجات الحلوه دي، واشوفك على خير ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.